يو، بصي عليكي، انتي مقرفة قوي. شكلك زي الدود. هتندموا على ده. هي فاكرة نفسها مخيفة. امشوا من هنا يا بنات. هاي وينزداي، المتنمرين دول بيضايقوكي تاني؟ طيب تعالي معايا. أهلاً بالعالم القاسي. انتي اهو، ما تلمسنيش. يو، لازم نعمل حاجة بده. ليه ما ننضفش وشك بالطريقة دي؟ واو، هو اتوسخ؟ يا ربي. طيب أنا مش هستسلم بالسهولة دي. أنا مش مصدقة. ده مسلي جدا. هاي ثينج، أنت بتخطط لإيه؟ رهيب قوي. أنت لا تطاق. ووبس. وينزداي أدمز. هي أنا ما عملتش أي حاجة. وقت إن إحنا نهتم بمظهرك بصفة نهائية. جهاز الحبوب ده هيصلح لنا مشكلة الحبوب. رجعيها تاني، بتعملي إيه؟ واو، رائع جدا. لوري اتفضلي، أنا جبتلك ورد. شكراً قوي يا دينيس. ورد حي. يلا نصلح المشكلة دي دلوقتي بقى أفضل. وينزداي، اغسلي أسنانك في يوم من الأيام. أهو جهاز يساعدك في ده. البني آدمين دول ليه ما ضيفش نقطة من معجون السحرات بتاعي؟ مش لازم، استخدمي بتاعي بداله. بصي بقت فاتحة وبتلمع قد إيه، زي بالظبط. خلي عندك صبر أكتر، أوكي؟ واو، إيه اللي بيحصل؟ أعتقد كفاية كده نظافة شخصية النهاردة. واو، خلي بالك، أنا ما توقعتش حاجة زي دي. طيب أنا مش شايف أي حاجة إطلاقاً. الميك أوفر بتاعنا ماشي بطريقة كويسة. اللون ده لايق عليكي فين؟ مستنقعين بني. خليكي قوية يا لوري. بطلي تاكلي ضوافرك. يو، ليه ما نحطلكيش مانيكير؟ طيب حمام البرانا ده هيساعد في التنظيف. لا، يلا نستخدم الطرق القديمة الموثوق فيها. جميلة جدا بطريقة مقرفة. لازم نتخلص من التراب اللي تحت الضوافر كمان. مش عاجبني قوي. دلوقتي وقت شوية فن الضوافر. سهل جدا استخدامه. بصي، دوسي دوسة واحدة على الزرار كله خلص. بصي على الوحش الجميل ده. دلوقتي ده دوري. واضح إن وينزداي عندها تصميم تاني في عقلها. ومساعدة الضفدع الصغير هتعمل لنفسها شوية مطبوعات مونوكروم. لكل واحدة طريقتها أعتقد. وينزداي دايماً بتحاول تقلد الستايل بتاع مامتها، لكن دايماً حواجبها مش بيطلعوا مظبوطين. ليه تشتغلي كل ده على حواجبك لما ممكن تستخدمي التاتوس المفيدة دي؟ مش واثقة فيا ها؟ استني بس. ترى استعدي للانبهار. دلوقتي اصبري ثانية. مثالي، نتيجة رائعة. لا، الرقعة رجعت تاني. ممكن تحطي شوية بلاش، انتي عارفة. أنا قلتلك ما تلمسنيش. وقت إنك تلمع يا صديقي الوفي. أتمنى إنك تكون في حال أفضل هنا من الوقت اللي كنت معايا فيه. ده أكيد هزار، صح؟ خوافة قوي. هو أنا بيتهيالي ولا في حاجات بتتحرق هنا؟ لازم أقولك كم مرة، دي مكوى كيرلينج مش شواية. طيب يلا نكمل. دي شكلها فكرة مش كويسة. أيوة، شكلك رائع. مستحيل، شكلي مش شرس ولا مخيف خالص. طيب على أي حال، زهقانين هنا يا بنات؟ مقصلة؟ يا عشان إيه؟ هقص الشعر. واو، شكلك مختلف. الوقت بقى مناسب إن أنا أقص شعري. إيه رأيك نضيف شوية لون لتسريحتك؟ وينزداي، في عنكبوت عملاق على راسك. ده الحيوان الأليف بتاعي. بصي، أنا هوريكي خدعة رائعة. ده ستنسل لطيف. يلا نستخدمه في حاجة مفيدة. هيكون رائع.
هايل. أنا حبيته يا صديقتي. ابن عم بابا. أنا عشان أدي أنكل فيستر هدية. واو، الحلقات بتاعتك جميلة واو. جدا. هي واضح إنهم عجبوا ثينج كمان. ده لطيف منك، شكرا جدا. يا ترى الهدية دي إيه؟ هي حلقان الشعر دول لايقين عليكي. شكرا واو. جدا يا إد. يلا نشوف إيه جوه. دي عادة أنكل فيستر. دايما كده معاكي يا وينزداي. أنا بتوتر طول الوقت. انتي عارفة ممكن تستخدمي انتي كمان حاجة للهالات السوداء. ايه مشكلة هالاتي؟ نكتة رائعة يا وينزداي. طيب أنا أقدر أتحمل شوية بس. ليه لازم تكوني جاد طول الوقت؟ أهم هنا أدواتي المميزة السرية. أنا بحب جدا شكل الكور الجليدية الشريرة دي. استخدميهم كويس وفوالا، مفيش هالات سوداء تاني. أنا ابتديت أتعصب. وينزداي، دلوقتي يلا نضيف شوية لون كمان. البينك جليتري ده هيكون رائع مش كده؟ لا مش كده. لا، نار. خالة لوري مفضلة اتحرقت وبقت فحم. اسود زي روحي بالظبط. شكل الايلاينر السموكي ده ستايلش. هما هيعرفوا ما يضايقونيش تاني. واو، شكلك رائع يا صاحبتي. لكن محتاجة المبشرة دي ليه؟ وات؟ هبشر شوية واكس عشان استخدمه كاي شادو. وممكن استخدم المصاصة كفرشة عند الحاجة. أنا عارفة بالظبط أنا بعمل إيه. بصي بيتفرد بمثالية إزاي. أنا ملكة الموضة الراقية مش كده؟ واو، أنا في الواقع انبهرت. طعمها كويس. هي أنا لقيت ملامع شفايف. لأ مش What؟ تاني. إيه؟ الطماطم فيها فيتامينات كتير. طيب أنتي اللي طلبتي كده. يا ربي، أنتي عملتي إيه؟ أنا لازم أخليه أغمق بكتير. واو، أنا لازم أخد سيلفي. ابتسمي يا كئيبة بالطريقة دي. واو، أعمل إيه فيكي؟ شكرا على مساعدتك. تشيز. إحنا جمال قوي مع بعض. يلا نضيف شوية عطر. مش ممكن يكون شيء وحش. هتشوف. الحساسية بتاعتي رجعت. يو، الفستان ده باظ. ليه ما تجربيش ده على سبيل التغيير؟ لا مستحيل، لا يمكن. يا وينزداي، ده مكان غريب قوي. حاسة إن الوحش اللي جوايا صحي. تملكي نفسك، دخلي ضوافرك. أهلا يا جدتي يا آدمز، بقالي كتير ما شفتكيش. وينزداي واثقة إن دي فكرة كويسة؟ أنا واثقة. اللي تقولي عليه. أسفة على التدخل يا جدتي. أنا مش مصدقة. أنتي شكلك جميل. وأنتي كمان ترند على تيك توك. يا ربي، رائعة جدا. شراب شبك. وأنتي قديم، شوكر ستايلش، ونظرتها المخيفة المعروفة. روحي وريهم كلهم، خليهم يخافوا من اسم وينزداي آدمز. أنا هرجع تاني قريب. هي بتعمل إيه هنا؟ بصوا يا جماعة، دي وينزداي. واو، رقصة رائعة. هي امسكوا الكوباية بتاعتي لو سمحتي. هي طيب وأنا؟ وينزداي، انتي كنتي هايلة. ليه؟ شكرا. ما تبصوش. يوم مدير دار الأيتام بدأ بشكل كويس جدا. بس لو ما كانش العنكبوت الكبير ده ظهر لها. يا ربي. هاي، احنا اسفين جدا ان احنا ضايقناكي.
كنا عايزين نتبنى بنت صغيرة. طبعا دول أسرة آدمز، كانوا هنا قبل كده. هما ليه شحيبين قوي كده؟ طيب قابلوا 2 منهم، دي أشلي وآبي. هما مختلفين لكنهم لطاف قوي، صح؟ مين هتكون العضوة الجديدة في الأسرة؟ الاختيار واضح، آبي هتيجي معانا، هي بتجسد الظلام. بس في مشكلة صغيرة، هي فعلاً لقت أسرة تتبناها. أشلي من الناحية التانية ما عندهاش أهل. مش ممكن، دي رقيقة قوي، ده مخيف. لو سمحتوا بلاش تاخدوني، لكن حتى الطفلة المدهشة بتستاهل فرصة. طيب نتمنى إن أسلوب حياتنا يعجبها. مش ممكن يكون كويس. يا ترى أشلي هتقدر تتفاهم مع أسرة آدمز؟ اعتبري نفسك في بيتك يا حبيبتي، دي أوضتك الجديدة. المكان هنا جميل مش كده؟ الجدة متحمسة قوي. أشلي مش شايفة أي جمال هنا، مفيش غير الحيطان القديمة وخيوط العنكبوت. أنا وإنتي هنكون أصدقاء يا حبيبتي. إيد مين دي يا جدتي؟ في إيه؟ أنا بهزر. إنتي متوترة كده ليه؟ ودلوقتي إنتي محتاجة ترتاحي، ريحي نفسك. لا لا لا، أنا مش تعبانة خالص، ولا كلمة تانية. اتفضلي السرير الناعم ده علشانك. واضح إن مش هينفع تتماشي مع الست المخيفة دي. أنا مضطرة إن أنا أنام، جايز كل ده يطلع مجرد كابوس. دي هتكون نعمة. تحبي أحكي لك حكاية قبل النوم؟ لا لا، أنا كويسة. إيه اللي بيحصل هنا؟ مفيش هياكل عظمية في السرير. مش مهم، يبقى يلا نلعب. واو، ما عندكيش عروسة أحسن من كده؟ أشلي ما شافتش لعب زي دي قبل كده أبداً. أوكي، لو مش عايزة تروحي السرير يلا بينا نتعشى. أهلاً بيكي في أوضة السفرة بتاعتنا. يا ترى عجبتك؟ مش قوي. انتوا عمركم ما كنستوا التراب من المكان ده؟ اعتبري نفسك في بيتك. أيوة، لحظة واحدة، إيه الأوضة دي؟ دي أوضة المخزن بتاعت أسرتنا، ما فيهاش حاجة مميزة. إحنا بنحتفظ جواها بكل أنواع الخردة. شوفي بنفسك، خردة ده كنز لا يقدر بثمن. يلا يا أشلي، ده ميعاد الأكل. أنا عملت شوية أكل لذيذ، أنتي متأكدة إنها بتتاكل؟ اتفضلوا بنفسكم. واضح إن أسرة آدمز ما يعرفوش حاجة عن تحضير الأكل الصحي. استمتعي بوجبتك يا حبيبتي. لأ، كده كتير قوي عليها. أخطبوط صغير مسكين. لكن بالنسبة لأسرة آدمز ده مجرد عشاء عائلي طبيعي. في كمان تعابين، أظن إن أنا هرجع. ما تقلقيش يا حبيبتي، دي مش مشكلة كبيرة. المفروض تجربي حاجة جديدة. الغثيان يعتبر نوع من المدح الكبير للشيف، لكن لسه في حاجة غامضة في المخزن ده. مع تغيير لبس الصغيرة أجدد فرد في أسرة آدمز، أشلي. شكلك مش حلو خالص، بينك لامع ومنكوش. دي حاجة محبطة جدا. مرتش عارفة هي بتتكلم عن إيه. البنت دي احتمال شكلها يكون حلو، بس لازم نساعدها شوية. الأول خدي حمام يا حبيبتي، إحنا لازم نغسل كل الجمال ده. الفوطة أهي. المكان ده مخيف. أوكي، استجمعي شجاعتك يا أشلي، دي مجرد مية، لكنها مش هتقدر تاخد حمام النهاردة. انتي فين؟ استني يا بنت، ده دوري إن أنا آخد حمام. في إيه يا أشلي؟ هبقى أعمل ده في وقت تاني، أوكي؟ الناس الضعفة دول، مفيش حد هنا. أنا لازم أستخبى من الأسرة المخيفة دي. واو، شكلها زي الناس الحقيقي. جايز مش هيلاحظوا أصلاً لو استلفت جوهرة صغيرة واحدة منهم. انتي هنا اهو يا غالية. مرتشة دايماً بتتسحب بشكل مش محسوس خالص. أشلي، إحنا ما خلصناش تغيير شكلك، هنتعامل مع التوحش المنفوش ده. جربي تقيسي دي، ده حرير عنكبوت بأعلى جودة، ده بيعمل المعجزات. شوفي بنفسك. لأ، أنا بكره اللون الأسود. حبيبتي هتتعودي عليه، خليكي واثقة فيا. مفيش فرصة، ما تحاوليش حتى تتناقشي معايا، وأنا مش هلبس أي كرون. من بين الأسرة كلها أنكل فيستر هو الأغرب. هو عايز بس يعمل خصلة أمامية عالية. بصي يا أشلي، هنسيب ده ينام هنا. دلوقتي يلا نولع فيها النار. هاي، أنت رايح فين؟ ساعدوني. أوبس، أظن إن فيستر نسي يحذرها إنها لازم تجري. ده غبي قوي. أنا هعلمك درس.
المخزن ده مغري جدا. لازم نبص من قريب على الحاجات البايظة دي كلها. السكة فاضية، يلا ندخل جوه. أنا لازم أعلم أسرة آدمز إزاي ينضفوا. في خيوط عنكبوت في كل مكان. هو أهو هناك الكنز المطلق. إيه الجوهرة الجميلة دي؟ محتاجة أبص عليها من قريب. واو، دي تقيلة، لكن لسه في كنوز كتيرة في المخزن. في الصندوق ده مثلا. أسرة آدمز مش بيهتموا بالأمن خالص. سهل فتحه. أوه يا ربي، مفيش كنوز هنا. دي أوضة نوم الجدة. أحسن لك بلاش تزعجيها، سيبيها ترتاح. لكن غالباً ممكن آخد الياقوتة الضخمة دي. مش النهاردة يا أشلي، دي نفس الإيد تاني. أنا لازم أخرج من هنا. في إيه يا حبيبتي؟ أوكي، هو وقت إن أنا يغمى عليا. أكيد اتحمست بزيادة. اصحي يا بيبي. هما دول طقم أسنانك؟ قومي ما تناميش عندك كده، ودي تخصني على أي حال. تعالي ورايا، أنا هعلمك إزاي تعملي جرعة سحرية. في الغالب بلاش تناقشي ساحرة عجوزة. أدينا أهو. مقبرة؟ أنتي بتتكلمي جد؟ أنا هوريكي حاجة يا حبيبتي. أنتي متأكدة إنها فكرة حلوة؟ ده مخيف فعلاً. يلا نخلط المكونات الأول وما تكونيش بخيلة. ومقبرة الأسرة مليانة النهاردة. فاستر بيعمل تاني مقلب كبير. تقريباً الجرعة بقت جاهزة يا غالية. يلا نجربها؟ أوه لأ، فاستر بيقرب. ده مش وقت مناسب خالص للألعاب النارية. انتي رحتي فين يا جدتي؟ اتعلمنا حاجة واحدة، الجرعة بتشتغل. ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا هنا أهو. ومجرد ما أوصل لفاستر دي فرصة للهرب. خدي الفلوس واخرجي من هنا. لكن لورج بوظ الخطة. ودلوقتي وقت الأب أشلي. إحنا لينا رقصة مميزة في الأسرة، وأنا هعلمك كل حاجة. هي بسيطة جداً، خنجرين وشوية موسيقى صاخبة. وجوميز شكله مش بيهزر. هو ده فعلاً حقيقي؟ واضح إن البنت الجديدة ما عندهاش موهبة خالص. لكن في هنا فكرة، خلي أشلي تقف هنا بس. هي شاطرة في عمل ده. جوميز هيعمل كل حاجة بنفسه، بس اوعي تتحركي يا حبيبتي. العرض هيبدأ حالاً. ده مخيف. في حاجة أشلي ما كانتش مستعدة ليها. أنت متأكد إن أنتوا بتسموا ده رقص؟ جايز مرتشا ممكن تنقذ بنتها الجديدة. جوميز، أنت بتعمل ده تاني؟ سيب البنت في حالها. أشلي، إحنا عندنا مفاجأة ليكي. لو سمحتوا ممكن أمشي بس؟ خدي وقتك يا بيبي. أنت كنتي عايزة الياقوتة دي. أنا قررت أفضل هنا معاكم. جايز أسرة آدمز مش وحشين قوي كده. واضح إن هم فهموا بعض، لكن في الأول صورة عائلية. أوكي؟ ما تتحركوش. دلوقتي ابتسموا. انفجار صغير مش هيبوظ أي صورة خالص. دلوقتي بقيتي من أسرة آدمز فعلاً. واضح إن الأسرة دي في النهاية بقوا متفاهمين جداً.